بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في وصفة من وصفات لمسات أم ياسين قدم لكم خبز التوست أو خبز اللب، إن شاء الله تنال إعجابكم. كنت تشاركت معكم وصفة لبان دومي أو خبز التوست، وهذه وصفة ثانية، يعني تجي أكثر من رائعة وتجي كيما اللي يتباع في المحلات أو أحسن. وصفة سريعة وسهلة والنتيجة مبهرة. أنا راح نمد لكم كمية، دير لكم 2 خبزات تاع توست. إذا حبيتي ديري خبزة فقط، اقسمي المكونات كامل على 2، راح تحصلي على خبزة فقط تاع توست بهذا الشكل. بسم الله. عندنا 5 كؤوس تاع ونصف كأس فرينة. إذا حبيتي كما قلت لك ديري نصف الكمية، اقسمي كل شيء على نص بهذا الشكل، ونضيف عليها 3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر. خبز التوست كما تشوفوا في المحلات دايما تلقاو عنده مذاق حلو هكذا. ونضيف لها نصف ملعقة فقط تاع خميرة فورية باش من بعد ما تجيناش يتفتت، لازم يجينا حاكم روحو. عندنا 2 بيضات، ونضيف عليهم كأس وكأس إلا ربع حليب دافئ، وعندنا ملعقة صغيرة تاع ملح. هكذا نكملوا الكمية. دركا نحاولوا نجمعوا العجينة باليد بهذا الشكل. تقدروا تستغنوا على البيض، ولكن راح يمد تحسين الخبز التوست تاعنا. دركا الكأس الآخر إلى ربع نبداو نضيفو فيه بالعقل، نضيفو ونعجنو ونشوفو. الخبز تاعنا لازم يكون طري، ما لازمش يكون يابس بهذا الشكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. كما راكم تشوفوا أنا كنت نسيت ملعقة تاع الملح، ضفتها وضفت عليها حوالي ملعقة تاع ماء، دركا ندخلها في العجينة عفوا، يعني عادي. في النهاية نضيفو ملعقة كبيرة نتاع زبدة أو ملعقة كبيرة تاع زيت زيتون اختياري. أنا ضفت ملعقة تاع زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. هكذا نحاول ندخلها في العجينة، عادي العجينة تكون تقطع المرة الأولى ومن بعد تدخل في بعضها، تدخل كامل هذيك الزبدة، ما توليش تبان، تولي العجينة أكثر من رائعة، تولي طرية واللون تاعها يولي أصفر كما راكم تشوفوا. نجمعوا كامل العجين اللي في القصعة تاعنا أو في لاغيسيبيون تاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. العجين يجي طري، نغطوها هكذا بساشي أو بسيلوفان هكذا، ونحطوها تختمر المرة الأولى. ومن بعد نكون وجدنا ليمون. كاين ليمون في الأسواق بزاف، كاين هذو تاع الحديد، كاين بالغطاء تاعهم، كاين بدون غطاء، وكاين تاع الزجاج كيما هكذا. دركا نديغازوها، نحولها الخمور تاعها، كسروها الخميرة تاعها ونقسموها على 2. حندير لكم شكلين كتشوفوا، وما تستعمليش الفرينة هكذا باش تجيكش ما يجوش فراغات في الخبز التوست تاعك. الجزء هذاك اللي نفتحوه، والجزء الآخر نديروه في الساشي هكذا باش ما يديرناش قشرة ما يبسش. نحاولوا نفتحوه بهذا الشكل هكذا، بهذا الشكل نفتحوه بحلال كما قلت لكم دون استعمال الفرينة هكذا باش من بعد يمدنا نتيجة مليحة والعجينة تاعنا ماهيش راح تلصق. نقيسو على المول ونبداو نطوو. كي تبداي تطوي تلفي العجينة تاعك، حاولي ما تخليش الهواء هكذا باش من بعد كي تكوني تقطعي في خبز التوست تاعك ما يجوش فراغات ويتقطع لك خبز التوست تاعك بهذا الشكل. نحي كامل الهواء بهذا الشكل. نحاولوا نديرو الجهة من تحت هذيك اللي غلقناها باش من بعد ما تفتحناش كي تكون تطيب هكذا. نديروها لازم يضاعف الحجم نتاعها 3 أرباع بهذا الشكل. نزيدو نديرو الخبزة الأخرى اللي خليناها، حنديروها بطريقة أخرى. كتشوفوا هذه العجينة نقسموها على 3 كريات، وكل كرية نفتحوها كما فتحنا الخبزة الأولى، ولكن بصورة صغيرة بهذا الشكل. تحاولي تبسطيها
ما ترقيهاش بزاف، ونطويها كيما طوينا العجينة الأولى، ونحاولوا ما نخلوش فراغات، كيما راكم تشوفوا العجينة ما تلصقش. هذا الشكل هكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نقفلوا النهاية نتاع الرولو تاعنا هذا، ونديروا الجهة التحتانية والله اللي قفلناها من تحتها، ونحطو هكذا في المول اللي كنت درت له ورق الزبدة. إذا ما كانش يتوفر عندك ورق الزبدة تدهني بزيت أو زبدة وتدردري عليها شوي فرينة بهذا الشكل. نزيد نكملوا الكرية الثانية والكرية الثالثة بنفس الشكل. كما قلت لكم ما تخلوش فراغات، ما تخلوش الهواء ما بين هذوك الطيات هكذا باش من بعد ما تقطع لكمش لي طرونش تاع التوست تاعكم. هكذا نغيروا شوية في الشكل تاع التوست. تحبي ديريها بطريقة تقليدية يعني لا بأس بذلك. هكذا نخلوها كما قلت لكم تضاعف الحجم. أنا درت فوقها بلا هكذا باش ما تيبسليش من الفوق، ومن بعد درت طرشونة هكذا باش تخمر لي. خليتها حوالي 45 دقيقة هكذا. تضاعف لي الحجم 3/4. تحبي تدهنيها من الفوق بصفار بيضاء أو بشوية حليب ولا تخليها هكذاك اختياري. أنا خليتها هكذاك. طيبتها وتمدي لها لازم مدة المدة نتاعها باش تطيب. طيبيها مليح من تحت وراح تحمر لك من الفوق. إذا ما حمرتلكش من الفوق تشوفيها حمرت من الجوانب، اشعلينها من الفوق وحمريها من الفوق بهذا الشكل. ومن بعد تجبديها وهي سخونة تدهنيها بشوية زبدة وتديموليها تخليها تبرد تماما. لازم تسمعوا لهذه النصائح باش من بعد إن شاء الله تلقاو نتيجة رائعة. كي تبرد تماما تغطوها هكذا بالسيلوفان ولا ديروها في أكياس تجميد، تحطوها في الثلاجة ليلة كاملة. خبز توست ما تستعملوهش مباشرة لأنه راح يتفرتت لكم وراح يمد لكم نتيجة مليحة. أنا خدمته في الليل وصباح راني نكمل معاكم في الوصفة. دركا نجبدو الخبزة تاعنا ونحاولوا نقطعوها لازم يكون سكين تاع منشار هكذا باش يقطع لك مليح. انا استعملت هذا الموس ومن بعد بدلت الموس درته طويل هكذا باش ما يغلبنيش. تقطعيهم كامل هكذا لي طرونش، حاولي ديريهم نفس الحجم او نفس السمك، وديريها في ساشي كما قلت لكم تاع تجميد ولا في سيلوفان، وتجبدي الكميه اللي راكي حابتها. وديري طبعا لازم تحطيه في الثلاجة راح يحكم لك مدة أسبوع ولا أكثر من أسبوع. إذا ما حبيتش تستعمليه لمدة طويلة ديريه في المجمد هكذا راح يحافظ لك على نفس القوام ونفس الشكل ما راحش يفسد كما راكم تشوفوا. من بعد درتو في السيلوفان وكان نزيد نكمل الخبزة الثانية بنفس الطريقة هكذا نستعملوهم للحلو أو للمالح. كما نعرفوا الأطفال يحبوا بزاف هذا النوع من السندويشات، سواء تديري فيهم كونفيتور ولا زبدة أو شوكولا، ولا تستعمليهم كذلك سندويشات تاعك ديروا فيها فريت شلاضة، ديري فيها طون، ديري فيها كما نعرفوا سندويشات وراح تكون يعني نتيجة مبهرة. في نهاية هذا الفيديو اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها أمنها وأمانها أرضها وسماءها. ربي انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.